هل فكرت قبل كده إن لمسة بسيطة ممكن تغير شكل بيتك بالكامل؟ مش لازم ميزانية كبيرة ولا مجهود خارق. أحياناً كل اللي محتاجه هو شوية نباتات وترتيب ذكي. في الفيديو ده هنشوف مع بعض أفكار مختلفة وجميلة لرفوف النباتات، سواء داخل المنزل، في البلكونة، أو حتى في أماكن مهملة زي تحت السلم. نبدأ من داخل البيت. رفوف النباتات هنا بتكون عنصر ديكور أساسي، مش مجرد مكان نحط فيه زرع. ممكن تستخدم رفوف خشبية بسيطة على الحائط أو وحدات رفوف متعددة الأدوار. التنوع في ارتفاع النباتات بيضيف عمق وشكل مريح للعين، ونقدر ننسق بين النباتات الخضراء والنباتات المزهرة علشان ندي حياة للمكان. أما في البلكونة فهنا الإبداع ملوش حدود. تقدر تستغل المساحة الرئيسية برفوف معلقة أو تستخدم أرفف حديد بتتحمل العوامل الجوية. ترتيب النباتات بشكل متدرج بيخلي البلكونة شكلها واسع ومنظم. نيجي بقى للمكان اللي ناس كتير بتنساه، تحت السلم. المساحة دي غالباً بتكون مهملة، لكنها كنز حقيقي لو استغلتها صح. ممكن تحط رفوف مخصصة على شكل السلم وتوزع عليها نباتات صغيرة ومتوسطة. الإضاءة هنا مهمة جداً، سواء طبيعية أو بإضاءة دافئة صناعية، علشان تبرز جمال النباتات وتدي إحساس بالدفء. ومن الأفكار المميزة كمان استخدام أواني نباتات بأشكال مختلفة، فخارية، زجاجية، أو حتى معدنية. التنوع ده بيضيف لمسة فنية بسيطة لكن مؤثرة جداً. افتكر دايماً، التنسيق مش معناه التعقيد، لكن هو اختيار بسيط وذكي يخلي كل عنصر ليه مكانه. وفي النهاية، وجود النباتات مش بس بيجمل المكان، لكن كمان بيحسن النفسية وبيخلي البيت فيه طاقة إيجابية. جرب تضيف لمسة خضرة لبيتك وهتتفاجئ قد إيه التفاصيل الصغيرة ممكن تعمل فرق كبير. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحولي الوزر والوله. يا رب خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له. فكل نبضة حب في